طيب سؤال تاني، ليه في الوطن العربي بالذات الموديل بتاعك في الرجالة قليل؟ يعني إمم. بتلاقي ستات كتيرة ممكن تعمل حاجات مختلفة. آه. ليه ما فيش رجالة سالكة كده آه. يعني بيجربوا حاجات كتير، ما بيفرقش معاهم يلبسوا بامبا يلبسوا مطرقع، يعني ليه في توقعات ان الراجل يبقى في قالب معين غلس كده؟ أتوقع إن في سببين لكده. السبب الأول هو الضغط المجتمع، الضغط المجتمعي، الضغط الثقافي اللي إحنا اتربينا عليه، إن ده ما ينفعش، ما يصحش، عيب، ده ما ينفعش يبقى شكلك كده وأنت راجل. المفروض تبقى راجل، يعني لازم الراجل بقت مرتبطة بحاجات معينة ملهاش هي في علاقة الحقيقة ملهاش بالرجولة. علاقة بالرجولة خالص. اه. الرجولة هي أخلاق وطباع وطريقة تعامل. مم. والرجولة هي ان الواحد يبقى محترم في التعامل مع الناس. الرجولة ان انا لما حد يبقى محتاج حاجة اساعده. الرجولة ان انا اتعامل مع الست بحنية وطيبة، ومش ان انا اقوى عشان ابقى مفتري، لا، اقوى فاعرف احمي، يعني استخدم قوتي لحمايتها مش تحكيم رأيي او غيره. دي نقطة. كل اللي انا قلته الحاجات التعاملاتية الاخلاقية دي ملهاش علاقة خالص بشكل. يعني ممكن يبقى شعري طويل وبساعد الناس وجدع، وممكن يبقى شعري قصير ومش بساعد حد وشايف مصلحتي بس، فهي ملهاش علاقة خالص.